السلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم واحد الطبخه ولا واحد الاكله خفيفه وسهله وما تتطلبش حوايج بزاف كما يقولوا، تاع اخر الشهر، تاع هذيك اخر الشهر واش يقعد في الثلاجه راكي حتجبديه وطيبيه وشنو تجي بنينه بزاف. ونبداو، ولا قبل ما نبداو نقول لكم ما تنساوش تخلوا لنا لايك او جيم وتابوني في القناه. هنا كما راكم تشوفوا كنت غسلت الباذنجان تاعي ونقيته كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، كما يقولوا جهه جهه لاله. ونقسموه على 4 ونزيدو نعاودو نقسموه، يعني يعني دي مورسو كبار. شوفوا كيفاش قسمتو، يعني على 8 قسمتو على 8. جهه واحده اخرى كنت حكمت النجره تاعي، سخنت بها شويه تاع الزيت وحطيت هذاك الباذنجان نقلي فيه نحمره شويه ما يطيبش 100%. درت له شويه ملح، تقليه كي يبدا يتقلى ما يبدا يطيب، ما تطيبش 100%. كي يبدا يطيب نحيه هذاك الباذنجان. شوفوا كيفاش تحمر لي شويه. نحي داك الباذنجان وزيدي كوني قطعتي حبه بصل كبيره، قطعيها شرائح ودرت لها شويه تاع الملح، يعني باش يدبل على بالكم الملح يدب البصل. هنا كي بدا يتحمر درت له انا بولي اشي. نتوما تحبوا ديروا فيونداشي ديروا فيونداشي، انا درت بولي اشي، درت بولي اشي. كملت يعني تبلته ولا قليته مع هذيك مع البولي اشي، ودرت فلفل كحل راس الحانوت وتابل تاع الدجاج. نتوما الا عندكم درتو فيونداشي تقدروا ديروا شويه قرفه. هنا كنت غسلت الروز تاعي وخليته ينشف، ومن بعد ضفت له هذاك الروز. استعملت رز بسمتي، ضفت له داك الروز وخلطته حمصته معاه مليح. هنا عندي تاني ضفت له الحميصه طايبه نص طياب وخلطته مع هذاك الخليط الاول. هذا الطبق يجي بنين. عاود كملت حطيت له هذاك الباذنجان ودخلته مع هذاك الرز. حاولوا ندخلوه مليح معاه. وهنا جيت مرقي بالماء سخون ونغطي عليه نمرق، خلطو حتى يتجانس هذوك لي زيبيس وهذاك الخليط كاع اللي كاين يتجانس مع بعضه كما راكم تشوفوا. ونغطي عليه ونخليه يطيب على نار قليله. كي فتحت عليه صبتو يعني طاب، ونخليو هذيك المرق تاعو كما يقولوا كان يتكتك ينشف شويه، يعني ما نخلوش بالمرق تاعو حتى تنشف هذيك المرقه ديالو. شوفوا كيفاش جا هذيك الحميصه كاش طابت، هذاك الروز على حبه. هنا انا حطيته في طبق. اولا حطيت هذاك الباذنجان يعني من الفوق، حطيت شويه من الباذنجان من الفوق باش يبان كي نقلب الطبق تاعي يبان هذاك الباذنجان، وعمرته بهذاك الروز، يعني بهذيك الطبخه تاعي اللي هي طبخه اخر الشهر. جبت لاسيت تاعي باش نقلب هذاك الطبق، اقلبته دوك يخرج يعني ما شاء الله. نتوما تقولوا مقلوبه، هذه ماشي مقلوبه، هذه اكله اخر الشهر. شوفوا كيفاش جا هذاك الروز، كيفاش طاب هذاك الباذنجان، الحميصه عطاتو واحد البنه يعني ما شاء الله، وخفيف وسهل تحضير على وقفه ديريه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. الى وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.